صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم روتين حلو جدا وتحفيز حلو لاي روتين هتشوفوه في حياتكم. زي ما احنا شايفين، اول حاجه كده بنفتح الشبابيك بقى الاوضه ونهوي الاوضه كده وندخل الشمس كده او ندخل النور عشان نفس الاوضه كده والنفس اللي في الاوضه يخرج. فزي ما انتم شايفين عملت الاول حاجه كده الشباك ده على المنور، ورايا كده حته ارض خاليه وكده، فعلى طول بيدخل اصلا تراب. فعلى طول انا تلاقيني اصلا مش فاتحاه، بس برضو بفتحه عشان برضو بيدخل هوا وكده. فبفتحه بقى يهوي الاوضه شويه وبعدين بقفله على طول. وبعدين معايا المقشه اللي انتوا شايفينها دي، بعمل بيها على طول الشبابيك، عشان لو في تراب. طبعا المقشه دي مبلوله شويه، فعشان بتعمل التراب معايا، ما بتخلوش كده التراب يطير ويعفر لي بقى الاوضه ويدخل الاوضه. فانا بحب كده المقشه تبقى مبلوله سنه، فبعمل بيها كده بتخلي الشباك زي الفل. تمام، زي ما احنا شايفين كده، اول حاجة لازم تبدأي بيها في الأوضة او في تنظيفك ان انت تنضفي الخارج الاول قبل الداخل، عشان لما تخلصي ما تبقاش تعول الهم تاني ان انت تروحي وتنضفي برضو الشباك، فانت كده هتبوظي الدنيا. لا، فاحنا الاول ننضف الخارج بعدين ندخل بقى على الداخل من جوه. فنفرش بقى كده السرير ونعمل بقى نشوف هنعمل ايه. في الأول وفي الآخر هنعمل بقى الأوضة كلها. فتابعوني بقى للآخر وشوف هنعمل ايه مع بعض. قبل ما نبدأ الفيديو كده ونشوف هنعمل ايه، حابة اقول ان احنا لازم ندعي قوي لاخواتنا الفلسطينيين على اللي بيحصل فيهم ده. حسبي الله ونعم الوكيل في الإسرائيليين، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من قتل طفل وقتل شخص وقتل روح وقتل نفس. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا ربنا مش ناسي، وربنا طبعا شايف وعالم. اللي بيحصل لهم ده ما يرضيش طبعا ربنا. وطبعا لكل يوم، لكل ظالم يوم. فطبعا ربنا طبعا اكيد اكيد ليه حكمة في كده. فهو اكيد طبعا ان مع العسر يسرا. فطبعا ربنا صابر وعارف وشايف ومطلع على كل شيء. فهو ليه حكمة في كده، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصرهم يا رب. يا رب اللهم امين. ادعوا لهم ادعوا لهم يا رب. يا رب ينصرهم يا رب على اعدائهم ويصبرهم يا رب ويقويهم على اللي هم فيه. اللهم امين يا رب. طبعا احنا مش بايدينا حاجة خالص اللي ان احنا نعملها غير ان احنا ندعي كده، ان ربنا يا رب ينصرهم. هو ده اللي في ايدينا ان احنا نقدر نعمله. لو كان الواحد بايده طبعا كان طبعا عمل اكتر من كده، بس طبعا الواحد ما ينفعش طبعا. هو ما بيتخدش كده مثلا بالعاطفة او بالحنية او بالزعل، لا. دي امور دولة وامور طبعا سياسة، وما ينفعش طبعا ان احنا نتدخل فيها خالص. فطبعا هو كل واحد وليه حكمة في كده. احنا كل اللي في ايدينا ادعوا بس ان ربنا بس ينصرهم على اعدائهم. وطبعا كل اللي في ايد كل مواطن عربي هو بس ان هو يدعي، وربنا يا رب يقويهم. يلا نشوف مع بعض الفيديو بتاعنا عن ايه، وايه الروتين النهارده عن ايه. النهارده طبعا الروتين طبعا في الاوضه بتاعتي، في الاوضه الكبيره. انا كنت عامله قبل كده معاكم الاوضه الصغيره اللي هي الاطفال. النهارده بقى عملت بقى الروتين التاني ده في الأوضة الكبيرة. طبعا خلاص، كل سنة وانتم طيبين. الشتاء دخلت علينا والجو بقى فيه لسعة كده هوا، ما ساعة كده يعني. فخلاص الواحد الأطفال خلاص لبست الخريفي، وطبعا الكبار برضو بيلبسوا برضو خريفي، شوية وشوية لا وكده، بس الجو طبعا مش متظبط. فاحنا طبعا ادينا ماشيين مع التيار. فطبعا الأطفال لازم طبعا ندفلهم الأيام دي جدا، ونخليهم نلبسهم كده حاجة بكم خفيفة وفي نفس الوقت مش تقيلة، عشان الدور اللي ماشي كده في الجو ده على طول دور برد وسخونية وكحة، ماشي مع الأطفال كلها ومع الكبير والصغير والله. ربنا يا رب يحفظهم يا رب، ويراعي كده، يراعي أطفالنا، ويسترها معانا يا رب دنيا وآخرة. زي ما احنا شايفين عملت بقى كده الدولاب، ورتبت بقى ونزلت بقى الهدوم الشتوي، وعلقت بقى اللي هي السويت شيرتات، الحاجات اللي هي القطن، الحاجات اللي هي ممكن تتلبس كده خفيفة كده على طول. وهو برضو الجوز بيستعملها. فعملتها بقى علقتها كده. والحاجات الصوف، البروفالات، الهايكولات، كلها خليتها من تحت اللي هي مش هيلبسها حاليا. خليتها برضو من تحت. هنا بقى دي الرف اللي فوق ده، وما شاء الله الرف كبير يعني، انتوا زي ما انتوا شايفين كده الرف كبير جدا.
فبيسيع معايا كتير. عملت بقى حطيت بقى هنا رتبتهم وطبقتهم اللي هم الجواكت اللي هي الشتوي، اللي هي طبعا مش هيستخدمها الوقت لسه، برضو الشتاء لسه الجواكت ما جاش في وقتها. وهنا برضو التيشيرتات الصيفي برضو طبقتها كده وحطيتها برضو فوق. لان هو برضو مش هيلبسها الوقت، فحطيتها برضو ايه فوق. خلاص بقى هو اصلا جوزي خلاص لبس اللي هو الخريف والحاجات دي. فمش عايز بقى الهدوم ايه الصيفي. اهم حاجه في ان انت عشان تعملي تنزلي بقى الهدوم الشتوي وتحطي بقى الهدوم الصيفي، لازم ترتبي وتنظمي ايه تنظمي الموضوع. يعني احنا أنا زي ما انت شفت اول الفيديو، انا شلت بقى الهدوم الصيفي طبقتها وبعدين دخلت على الشتوي وعلقت اللي علقته، فده كان مسهل معايا وقت ومسهل معايا مجهود وما خدش معايا وقت خالص. تمام تمام لحد هنا. وبرضو لو عجبك الفيديو يلا دوسيلي اخبطيلي اللايك واكتبي لي كومنت بقى جميل زيكم وقولوا لي بقى بتتابعوني من انهي حته. تمام ده كان خلاص الضلفه دي بتاعه الدولاب كانت خلصت معايا. وانا بقى هدخل على الضلف التانيين. وعشان ما اطولش عليكم الفيديو طبعا نفس النظام هترتبي وتطبقي وتنزلي الصيفي والشتوي. طبعا هتخشي عندي على القناه على اليوتيوب هتلاقي نفس النظام بس إيه كله ايه هناك يعني. الروتين كامل هناك، روتين الأوضة كامل. تمام هنا بقى ايه عملت بقى اللي لمعت بقى هنا، جبت الطبق ده فيه شوية مية وحبة كرول وحبة ده معطر الجو بيدي معايا ريحة وبيخلي الأوضة كده ريحتها حلوة جدا ودافية. تحس ان هي دافية كده من كتر الريحة بتاعتها اللي طالعة منها لما بحط حبة المعطر في المية. وبمشي كده على على الدولاب وعلى السرير عشان زي ما انتم شايفين الأوضة أصلا لونها بني، فأي تراب بيبان عليها. طبعا أنا على طول إيديا فيها، فما ما خدتش معايا وقت يعني. نيجي بقى هنا للتسريحة. طبعا أنا على طول التسريحة برضو آه برضو ملمعها، بس كنت سايباها قلت بقى عشان بالمرة هعمل روتين وكده فسيبتها. هنا بقى دي بودرة كانت مكبوبة كده عليها، فقلت يلا بالمرة بقى ننضف ونعمل. وهنا التسريحة بتاعتي لو انتوا واخدين بالكم بدورين، يعني في رف تاني من تحت. فده حلو قوي ان هو بحط بقى ايه حاجتي، بحط شنطي، بحط بقى حاجات كده ايه بتاعتي من تحت. جبت بقى ملمع الازاز ولمعت بقى كده، جبت منديلين بحب قوي المعها بالمناديل مش بفوطة. المناديل بتدي معايا لمعة اكتر وبتبقى متخليها صافية جدا جدا. تمام تمام زي ما انتوا شايفين كده تلمعي وتنضفي بقى وتقومي وتتحدي الكسل عشان ايه خلاص كل سنة وانتم طيبين الشتا هتدخل علينا. فتدخل علينا واحنا طبعا مرتاحين ومنظمين ومنزلين الهدوم الشتوي والصيفي مطلعينها. تمام زي ما احنا شايفين خلاص خلصتها كده تلميع. هرصها بقى زي ما انتوا شايفين انا قلت لكم فيها رف تاني، فبحط بقى الشنط بتاعتي كده من تحت كده اهو. ده طبعا لولو ده على طول اول ما يلاقيني بعمل حاجه يجي يقول ماح بتعملي ايه، ايه ده ايه ده، ويفضل يقول لي كده ايه ده ايه ده. زي ما انتم شايفين كده خلاص انا خلصت بقى التسريحه. ده كان عندي اللي هو المنظم ده كنت عندي في المطبخ بس ما عدتش عايزاه في المطبخ فجبته هنا حطيت بقى كده اقلام الروج الحاجات دي فيه، فحسيت ان هو ايه لامم معايا شويه. تمام خلصنا بقى ولمعنا ونضفنا بقى التسريحة. فاضل بس اللي هو الكومودينو ده برضو لازم ألمعه كده خصوصا ده بالذات لأن هو بيبقى تحت الشباك فبرضو التراب بيجي عليه أكتر. تمام تمام خلاص خلصنا وخلاص نمسح بقى وننضف بقى ونلمع الأرضية ونفرشها بقى عشان الأوضة تكمل بقى ويبقى ايه كل حاجة في متظبطة واحنا مستعدين لدخول الشتاء. تمام تمام زي ما انتم شايفين كده لمعتها برضو ب... تمام. انا هسيبكم تتفرجوا، بصراحة انا تعبت من كتر الكلام. زي ما انتم شايفين كده اهو آه فرشتها بقى خلاص. يعتبر انا لسه هجيب برضو حاجات تاني لان في طرقة هناك عايزة اجيبها برضو،
واللمسة الأخيرة يا جماعة وشوية المعطر اللي انتوا شايفينهم بيخلوا الدنيا في حتة تانية خالص. يلا بقى أشوفكم على ألف خير، واستنونا طبعا في فيديو جديد وكله طاقة وحماس ونتحدى الكسل مع بعض. مع السلامة.